هو اللي بيحصل في سوق الموبايلات المستعمله ده يا جدعان؟ والله العظيم اللي بيحصل ده لو دورنا له على مسمى ما هنلاقي غير ان اللي بيحصل ده قله ادب، ملوش اسم غير انه قله ادب. السلام عليكم. معلش سامحني على اي اصوات ممكن تسمعها بره عشان انا بصور في المحل، وبالمناسبه بارك لي على المحل. وعلى فكره هو ده السبب ان انا في الفتره اللي فاتت دي كنت غايب او ما كنتش بعمل فيديوهات، بس الحمد لله فتحنا المحل والامور استقرت ونفوق بقى للقناه بتاعتنا. ويلا ندخل في الفيديو بتاعنا على طول وبلاش رغي في كلام ملوش لازمه. في ناس بتقول ان السبب في ارتفاع اسعار الموبايلات المستعمله هو ارتفاع اسعار الموبايلات الجديده، وفي ناس تانية بتقول السبب هو طمع وجشع التجار. بس انا ليا وجهة نظر مختلفة في الموضوع ده، وانا شايف اصلا ان مش ده السبب ولا ده السبب. ممكن دي تكون اسباب بس اسباب فرعية، بس مش ده السبب الرئيسي. انا شايف ان السبب الرئيسي من غير ما حد يزعل مني هو طمع وجشع المستخدم نفسه. طيب خلينا ناخدها واحده واحده كده وافسر لك الكلام اللي قلته لك ده عشان تبقى مقتنع. خد الكلام مني من تاجر في سوق المستعمل كل يوم بيدخل عليها زباين عايزه تبيع وزباين عايزه تشتري. اسمع مني اللي على ارض الواقع، سيبك من الكلام اللي بتشوفه على النت. من ناحيه ارتفاع اسعار الموبايلات المستعمله بعد ما الدولار غلى، فده ملوش علاقه بكل الموبايلات المستعمله اللي في السوق، ده ان كان له علاقه هيبقى له علاقه بالاجهزه الكسر زيرو او الاجهزه اللي نزلت في خلال السنه دي، السنه اللي الاسعار غليت فيها. يعني الموبايل اللي نازل اصلا غالي، ده الاسعار الجديده او الاسعار الموبايلات الجديده اللي غلت تتحكم في ده ماشي لان الجهاز اصلا نازل غالي. لكن الموبايلات بقى اللي نزلت قبل السنه دي ما الاسعار تغلى، يعني من سنتين ثلاثه، ده ملوش علاقه بارتفاع الاسعار. الجهاز كان نازل رخيص، يعني واحد مثلا هتلاقيه شاري جهاز من سنتين ثلاثه مثلا ب 4000 جنيه، جاي النهارده عايز يبيعه بخمسه. يعني انت معاك الجهاز بقالك سنتين او ثلاثه ممحطه شغل وعمال تطحن فيه، والمعالج بتاعه هلك والبطاريه هلكت ان كنت بتلعب او ما بتلعبش، كده او كده الشغل على الموبايل سنتين بيقلل من ادائه، فجاي دلوقتي عايز تبيعه اكتر ما كنت جايبه. يعني واحد مثلا هقول لك على حاجه بسيطه خالص، واحد مثلا دخل عليا امبارح او اول امبارح تقريبا معاه جهاز انفينكس سمارت 4 32 عايز يبيعه ب 2000 جنيه. يعني الجهاز نازل بقاله اكتر من سنتين، الجهاز معاك بقاله اكتر من سنتين او داخل في الثلاث سنين ممحطه شغل، والجهاز اصلا كان نازل ب 2100، جاي انت النهارده عايز تبيعه ب 2000. وقلت له يا باشا ما ينفعش او كده سعره غالي وانت بتتكلم في ايه؟ يقول لك يا باشا الموبايلات كلها غلت. يا عم طب الموبايلات غلت، طب الموبايل بتاعك ايه علاقته بالموبايلات اللي غلت؟ الموبايل بتاعك كان رخيص، كان نازل رخيص وانت شاريه رخيص. اهو دلوقتي يطلع واحد يقول لي طب انا لو بعت الموبايل بتاعي على اساس الاسعار القديمه طب انا مش هعرف اشتري. لا يا باشا هتعرف تشتري، ما هو لو كل الناس عملت زيك هتعرف تشتري. لو كل الناس باعت بما يرضي الله وكل الناس اشتغلت بما يرضي ربنا حتى التجار ما هتشتري، هتعرف تشتري. لكن هي هوجه بقى وكله بيزيد، اللي معاه جهاز قديم عايز يبيعه بالاسعار الجديده، وطبعا ده هو اللي مخلي الاسعار راحت في داهيه. وناس تقول لك السبب هو جشع وطمع التجار. التجار هتعمل ايه؟ يعني التجار مالهم؟ يعني ما هو التاجر بيشتري غالي. ما انا لسه قايل لك اهو، مثلا واحد داخل عايز يبيع جهاز ايه بسعر كام؟ جهاز نازل اصلا ب 2100 عايز يبيعه ب 2000 بعد ما اشتغل عليه 3 سنين. التاجر ذنبه ايه؟ انت لو جيت تتكلم على التاجر بقى اتكلم على التاجر اللي بيغلي سعر الموبايل الجديد، بس هو برضه معذور. سعر الدولار غلى والجمارك زادت والاجهزه بقت بتيجي غاليه، فهو التاجر لما يغلي شويه في الجهاز هو معذور، هو شاري غالي. يا جدعان والله العظيم احنا ما عدنا عارفين نشتغل. ما تفكرش ان ارتفاع الاسعار ده بيكسبنا، ارتفاع الاسعار ده في المستعمل والله العظيم بيخسرنا، مش عارفين نشتغل. ما هو انا عمري ما هشتري جهاز زي اللي قلت لك عليه ده بالسعر ده. يعني جهاز، خلينا في محور كلام الفيديو كله يعني نلف حوالين النقطه دي. يعني مثلا على الجهاز اللي جالي امبارح ده او اول امبارح، خلي الكلام كله مثلا حواليه. يعني انا عمري ما هشتري جهاز بالسعر ده، فمش هعرف اشتغل. عشان لو اشتريته بالسعر ده هضطر ابيعه اغلى من كده، وحرام عليا لما ابيع لزبون تاني جهاز من سنتين او ثلاثه 32 باكتر من 2000 جنيه. اللي عايز اقوله او اللي عايز اوصله لك في الفيديو ده عشان ما نقعدش نهري كتير، ان السبب في ارتفاع اسعار الموبايلات المستعمله لا ارتفاع اسعار الموبايلات الجديده ولا هو جشع التجار. السبب، مش عايز اقول كلمه بس حد يزعل مني،
هو طمع بعض الناس، مش كلهم، بس بعض الناس من المستخدمين نفسهم اللي معاهم اجهزه مستعمله. احنا بنتكلم على الاجهزه المستعمله، اللي معاهم اجهزه مستعمله وعايزين يبيعوها اكتر من قيمتها، وبيعتمدوا او بيتكلوا على ان اسعار الموبايلات الجديده غليت. يا عمي انت مالكش دعوه بالجديد، انت معاك موبايل مستعمل، فخليك ماشي مع المستعمل، خليك ماشي زي سوق المستعمل. سوق المستعمل مش كده. وبعدين سيبك من الكلام اللي انت بتشوفه على النت والاسعار الخرافيه او الخزعبليه اللي بتشوفها على النت دي، مفيش الكلام ده في سوق المستعمل. انا اهو قاعد بكلمك من المحل، من قلب سوق المستعمل. الاسعار دي مش موجوده في السوق، الاسعار دي على النت بس. واحد معاه جهاز 32 ولا 64 ويجي الجهاز كان نازل اصلا ب 2100، ولا جهاز 64 كان نازل ب 2800، عايز يبيعه ب 4000. يعني هو اصلا كان نازل ب 2100، او اصلا كان نازل ب 2800، وانت شاريه ب 2800 وطلعت عينه شغل، عايز تبيعه ب 4000؟ يا اخي خلي عندك، مش عايز اغلط بس. المهم الفكره وصلت، وانت اكيد فهمت انا عايز اقول لك ايه، عشان ما اقعدش اتكلم بس وارغي كتير. في النهايه يا رب اكون قدرت افيدك. ولو عجبك الفيديو زي كل فيديو ده، لو انت متابعني او فاكر فيديوهاتنا القديمه، انا تقريبا غايب بقالي اكتر من شهر، بس معلش والله اعذرني، كنت بجهز المحل وكنت ملبوخ. المهم لو عجبك الفيديو دعمه بلايك واشترك في القناه لو مش مشترك، وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده. تحياتي، ونتقابل الفيديو الجاي. سلام.